السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وان شاء الله تبقى السلسلة دي مفيدة ليكم جدا ومفيدة لشغلنا وناخد فيها الفكرة وتبقى مناسبة لشغلنا. تمام؟ طيب، استكمالا للشغل بتاعنا اللي احنا شفناه في الفيديوهات اللي فاتت. ان احنا زي ما احنا قلنا خلاص اخفينا الفيلد بتاع اللي هو باس داتا. قلت هنا امبلوي جديد 16. واخترت هنا البرشيز. طبعا يعني انا بقدر هنا سيف والاقي الامبلوي ده هنا موجود معايا، خلاص الامور تمام. وانس ان انا زي ما انا شفت لو قلت هنا 15 وعملت هنا اخترت الامبلوي وعملت سيف الاقيه ودى هنا الايه الريفرنس اوتوماتيك على فيلد ريفرنس في شاشه الكونتاكت. تمام. طيب، ما هو انا هنا في حته كده لازم اسال نفسي فيها. لو انا عملت امبلوي 16، طب ما هو انا الامبلوي 16 ده لو انا قلت ان انا اخترت يا عم البرشيز اهو قسم البرشيز، محتاج اختار الكونتاكت بالمره علشان خاطر ما اسيفش اسيفش وارجع اختاره. ما انا سايب لمره واحده على طول مباشره. وانت لو جيت تدور على امبيريو 16 ده مش هتلاقيه اصلا، مش هتلاقيه في كونتاكت لان هو انت اصلا لسه ما كريتش الموظف نفسه. فانت لازم الاول تكريت الموظف نفسه عشان تلاقي الكونتاكت ده موجود في شاشه الكونتاكت اساسا. تمام. حتى انت لو جيت كتبته وتدور عليه مش هتلاقيه. ما ينفعش تختار موظف تاني، صح ولا ايه؟ فانا بسيف الاول عشان اقدر ايه، اختار الكونتاكت هنا. وانس ان انا سيفت الاقي ان الكونتاكت اتكريت، كانت دي صفر بقت واحد. فاضغط عليها يبعت لي الايه الداتا اللي انا كنت محتاجها هناك. خلاص. طيب انا بقى عاوز اتجنب الموضوع دوت وايه، خلاص مش محتاج الفيلد ده. طيب انا في الاساس كنت ناشئ الفيلد علشان اوريك الفكره بتاعت ان انا بحتاج الفيلد ده ليه. انا بحتاج فيلد من نوع مينيتي 1 عشان اقدر ارن اللي هو السيرفر اكشن بتاعي. تمام. عشان اقدر ارن السيرفر اكشن بتاعي كان لازم ابقى في فيلد اسمه يعني فيلد من نوع ميني تو 1. تمام. موجود بالاسم بتاع ايه، اللي هو الاكس ستوديو كونتاكت ده. تمام، اللي هو الفيلد اللي احنا حاطينه ده. طيب، هل في هنا فيلد جوه الشاشه دي انا ممكن اربطه بالسيرفر اكشن، وبدل ما انا استنى سيف بعد كده اروح اختار الكونتاكت عشان يرمي لي الداتا في موديل الكونتاكت؟ اكيد مليون في المية فيه. بس انا طبعا ما رضيتش اوريه من البداية عشان نفهم بس الكونسيبت الاول. لو انا دخلت هنا كده على الاستوديو، تمام، ورحت قلت له هات لي هنا كده فيو، وقلت له عندي حاجة هنا اسمها شو انفيزبل اليمنتس، بختارها كده وباجي اقول له والله اختار لي هنا الفيلد ده. تمام. بلاقي ان الفيلد ده هو ده الفيلد اللي من نوع مينيتي 1 وموجود فيه البيانات بتاعتي. تمام، اللي هو مربوط اصلا اوريدي بالتفاصيل دي. هعمل له هنا ايه، هو هنا معمول له انفيزبل كونديشن، مش محتاج الانفيزبل بتاعه دلوقتي عشان بس اقدر امسكه واشوفه معايا. لو انا كده قفلت الاستوديو هلاقيه ظهر معايا الفيلد ده موجود، بقى موجود هنا كده. تمام، هو ده. خلاص، فانا هستخدم الفيلد ده واستغنى عن الفيلد ده واقدر امسحه او اشيله او كده. طيب، في طريقة تانية اقدر اشوف بيها الفيلد ده من غير ما هو كان كمان انفيزبل. لو جيت هنا على البج دي هلاقي البج دي كده ايه، لو جيت قلت له هنا اعمل لي فيلدز، هات لي الفيلدز الموجوده وادور على اسم الفيلد بتاعي، او اقول له مثلا اعمل لي جروب باي، هات لي جروب باي فيلد تايب. تمام، انا عايز الفيلد تايب من نوع مينيتو 1. هلاقي عندي 31 اهو بتاع. هنزل كده ادور هلاقي حاجه، هلاقي مثلا هنا اهو كونتاكت اي دي كرنت كونتاكت. تمام، ده اسمه كونتراكت مش كونتاكت. برضو مش موجود مش موجود مش موجود. أيوة أيوة، أو فيلد من نوع مينيتي 1 اسمه work contact. تمام، مربوط بالريس بارتنر، ده يوزر اي دي مربوط بالريس بارتنر، ده برضو يوزر اي دي يوزر بارتنر اي دي يوزر مربوط ده بالريس يوزر. لا، انا عايز اللي مربوط بالريس بارتنر وهيبقى موجود فيه الايه اسم الموظف. هو اكيد مليون في المية واحد من الاتنين دول. تمام. فانا ممكن اجرب مثلا اسم الفيلد ده، اخد الفيلد ده كده كوبي. تمام، واروح احطه في الباس داتا بتاعتي، اشيل بس اللي هنا الاكس ستوديو الكود ده واحطه هنا.
بس ده ايه ده؟ شكرا. مبقتش الاسم فيلد هناك كوبي. شكرا. تاب الدوت. دوت كمان. اروح اجيب الايه اسم الفيلد ده كوبي. كوبي اهو. شكرا. اقول له اعمل لي بيست. اه تمام كده. اقول له سيف. تعالى بقى نجرب. خلينا نجرب في تابة جديدة. نقول هات لي الموظف. شيل لي موظف جديد. تمام. نقول مع بعض. ادي الايه 17 بقى. نقول له 17. ونقول سيف. يقول لي محتاج ديبارتمنت. اقول له ماشي. اقول له سيف. هيقول لي تمام. لا، نشأ الامبلوي هنا اهو. وتمام الدنيا تمام. طب هل هو بعت البيانات؟ لا. اعتقد لا. مش هو. يبقى مش هو الفيلد ده اللي مربوط بالكونتاكت. يبقى انا محتاج اتست على الفيلد التاني. لو انا بصيت على الفيلد التاني الاقي الفيلد من نوع مينيت 1. الاقي عندي هنا فيلد اسمه ورك كونتاكت. تمام. هاخد ده كده هنا كوبي. كوبي. واقول له حط لي الفيلد مكان ده. طبعا هو ما ادانيش ايرور، يعني هو قبل يعني. اعمل اللي تعمله انا قبلت. بس ايه، طبعا احنا ما بنشتغلش بالطريقه دي. احنا بنشتغل بطريقه ان احنا بنتاكد من الداتا بتاعتنا. شغلنا. تمام. طبعا انا قلت ادور بكل ما هو مينيت 1 بسهل على نفسي. طبعا انا اقدر من هنا من خلال ده اقول له مثلا دور لي على الكونتاكت. تمام. لو دورت هنا على الكونتاكت وعملت كده ايه سيرش، لا عندي هنا emergency contact و emergency phone. وده فيلد من نوع كار فملوش مش هحتاجه. هنا work contact و X studio contact ده اللي احنا كنا ناشئينه مع بعض. وده اللي موجود ستاندرد. يبقى ده احتمال يبقى واحد من اللي احنا وده اللي فعلا هنستخدمه دلوقتي. تمام. لو جيت هنا قلت له مثلا اسم الفيلد ممكن يبقى بارتنر. بارتنر. يا باشا. تمام. اقول له بارتنر. تمام. يلا بينا. الاقي هنا مسج بارتنر ريليتد بارتنر اكاونت. ده ميني تو ميني. ده انتجر. نوع الفيلد يعني انتجر. ويوزر اي دي مينت 1 ده احتمال. وده اللي استخدمناه من شويه. فما ما سمعش حاجه. فاحنا هنروح نستخدم بقى الفيلد اللي احنا قلنا عليه التاني عشان نجرب اللي هو ورك كونتاكت اي دي ده. دوت اي دي. تمام. ونقول يلا نشتغل. احنا عملنا هنا كونتكست خلاص. ونقول له انشئ لي موظف جديد. تمام. كوبي. نيو. بيست هنا. 17 خليه 18. وقول له اختار لي البرشيز برضو. هنا اخد رقم 8 اهو. يبقى انا المفروض ايه اتاكد ان هو راح هناك. طبعا الفيلد برضو ما راحش. يعني كده في حاجه غلط في اللي احنا عملناه. يا اما الفيلد مش هو ده الصح. خلينا نشوفه كده وارجع لكم تاني. شفت كده الكود شفت كده انا رجعت الكود بس لقيت ان الكود ما فيهوش اي مشكله وصحيح ما فيهوش مشاكل. بس في حاجه احنا نسيناها على الايه الشاشه بتاعه الامبلوي. تمام. لما جينا عملنا الاوتوميتد رول اللي هو الفيلد بتاع الباس داتا. تمام. اللي هو موجود على الشاشه نفسها. اللي هو باس داتا بتاعت لو انا شات مثلا موظف جديد اهو مثلا قلت حرف الاي 3 مثلا واخترت رقم 3 وقلت له هات لي الديبارتمنت ده. سيف. نشأهولي. بس نرفرش بس عشان ابديت الداتا. المفروض الفيلد بتاع الباس داتا ده الاوتوميشن رولز اللي احنا عاملينها حاطين كونديشن ان هو ياخد على الكونتاكت ده. وليس الفيلد ده. هو ما عملش تفاصيل. انت كمان انت مثلا جيت تنشئ اهو. حطيت التفاصيل جيت تقول له بس يعني جيت تبص على البيانات تلاقي هنا مش موجود. لو عملت هنا باس داتا ضغطت عليه تلاقي هنا اهو جالك اوتوماتيك. تمام. طب انت محتاج هنا تعمل ايه بقى؟ محتاج تروح كده على الاوتوميشن تول. تمام. تغير الكونديشن اللي انت كنت عاملها. لو جيت هنا كده على باس داتا تو كونتاكت تلاقي هنا كونديشن كانت معموله على
الفيلد الاستوديو اللي احنا كنا عاملينه. انا هقول له هنا ايديت ايه، ايديت دومين، وهقول له هات لي الفيلد اللي اسمه ايه بقى، ورك كونتاكت، ورك او ورك كونتاكت اي دي minute 1. لو هو از ست، تمام، كونفيرم اوتوماتيك شين شيت بقى هنا، ده كمان نقول له هنا سيف. تعالى ننشئ بقى جديد، حتى كمان لو اخفينا ده كمان مرة، خلاص ما بقتش محتاجه. ده اعمل له انفيزبل، اجي هنا كده اقول له ايه شكرا، شيل بقى موظف جديد، تمام. اقول له مثلا امبلوي مثلا 20، تمام، واخترت الديبارتمنت بتاعي بيرشيز وقلت له سيف، نشأ الكود واديهولي اوتوماتيك، تمام. الفكره كلها كانت في ايه، في ان الاوتوميشن رولز اللي احنا كنا عاملينها ما كانتش محطوطه صح لما احنا غيرنا الفيلد اللي احنا غيرناه بتاع الورك كاتب. برضو ده كان من ضمن الحاجات المهمه اللي احنا نتاكد منها واحنا شغالين، انه الاوتوميشن رولز اللي احنا عملناها كانت محطوطه على انهي كونديشن بالظبط. طبعا شكل الشاشه لما احنا ظهرنا الفيلد ده بقى شكلها بايخ، فاحنا ممكن نرجع نخفيه تاني عشان ما يبقاش ظاهر للشخص اللي بينشئ. فنقول له هنا ايه انفيزبل، ونكمل شغل عادي، والامور بتاعتنا تبقى ماشيه بشكل كويس ومفيهاش اي مشاكل. حتى كمان هنا قلنا امبلوي مثلا 21، وحطينا ديبارتمنت برشيز برضو، الاقي هنا الكود اهو جنريتد واتبعت اوتوماتيك هنا على الريفرنس. ده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اشكركم جدا، وستنونا فيديوهات جديده تانية. طبعا الفيديو الجديد اللي جاي ان شاء الله انتظرونا فيه، عشان خاطر هنشوف مع بعض ان احنا مش مجرد آه، ان احنا نبعت فيلد واحد على الشاشة بتاعة الموظف، تمام. يعني انا عايز ابعت اكتر من فيلد او اديه على شاشة الموظف، مش مجرد الفيلد بتاع امبلوي كود، تمام. فده كده اللي احنا ممكن نشوفه مع بعض في الفيديو الجاي. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.